قالوا لي احنا زهقنا بقى من القليه ومن الشوي ومن السليق. قلت لهم تعالوا لي، انت كده جيتوا في ملعبي، هعمل لكم اكله تحفه فاخر من الاخر. قالوا لي خلاص ورينا بقى شطارتك وورينا هتعملي لنا اكل ايه وهيعجبنا ولا لا. قمت جري جري عملت لهم الصينيه التحفه دي، حاجه كده تجنن تاخدك في عالم. صينيه كده او طاجن ضد الاكتئاب بقى والزعل والحاجات الوحشه دي كلها، تاخدك كده في دوامه مفيش بعد كده. يلا بينا نشوف احنا عملنا ايه مع بعض. انا معايا هنا اول حاجه كميه من البصل مقطعه كده ترانشات زي ما انتم شايفين كده، احمر او ابيض الاتنين هينفعوا. هضيف بقى عليهم ايه، رشه كده من الفلفل، وهضيف كمان رشه كده من الملح. التركه دي بتفرق جدا في الطعم بتاع البصل. ندعك بقى كده كويس. كده دعكت البصل معايا اهو. اجهز بقى كمان الفراخ. معايا كده الفراخ هحط لها رشه من الملح، بسم الله اهو. وهحط لها كمان رشه من الفلفل الاسمر، بسم الله. حطينا بقى كده الملح والفلفل الاسمر، نحط بقى رشه كده من البابريكا اهي. ومعايا كده هنا رشه من السكر، حطها كده برضو على البصل يتكرمل برضو معايا. وبرضو رشه كده بسيطه مع الفراخ يديها طعم حلو ويسويها ويديها لون حلو. ادعك بقى بسم الله الفراخ بتاعتنا كده، واقلبها كده كلها مع بعضها. التتبيله بتاعتنا دي نخليها بقى يعني ايه 10 دقايق كده لحد ما نحط البصل معانا على النار علشان يتكرمل كده ويدبل معايا. تكون هي برضو شربت كويس جدا من التتبيله دي. بصوا نبقى كده كله في بعضه، بسم الله. حطيت كده البصل على النار اهو. انزل بقى بمعلقه سمنه او زبده او زيت، يعني اللي انت بتستخدميه. حطي كمان معلقه كده من الزيت، بسم الله. ووطي بقى النار عليهم واخليها بقى تتشوح كده وتدبل وتتكرمل كده بالراحه، على يعني على مهلها خالص، من غير ما تاخد لون محروق قوي او بني قوي. وطبعا طول ما انا واقفه كده جنبها كل دقيقه كده اقلبها علشان البصل ما يتحرقش من تحت. والفراخ بقى احنا متبلينها وراكنينها بقى على جنب تتبل بقى وتاخد طعم التوابل اللي احنا حاطينها كده. حبايبي بصوا البصل اخد لون حلو ازاي، ما شاء الله. ريحته بقى حلوه قوي لان احنا دعكينه بالملح والفلفل، بتدي ريحه حلوه. اخد بقى البصل اللي الكرمل ده في طبق كده، اطلعه كده من على النار، افضيه هنا كده. ننزل بقى بالفراخ بتاعتنا مكان بقى طعم البصل بقى والتسكيره بتاعت البصل، بسم الله اهو. تاخد بقى كده صدمه مطرح بقى ايه البصل كده اهو، بسم الله. اقلبها بقى من الناحيه الثانيه. شايفين بصوا، شايفين لونها؟ اخد لون كده اهو. طبعا انا مش معليه النار، انا مخليه النار وسط علشان ما تتحرقش معايا. انا بس عايزاها بس تكرمل كده معايا في قلب الكيس مطرح البصل كده. حط لها بقى رشه كده من جوز الطيب، حط كمان كزبره، بسم الله. وهضيف كمان كاري، حط جنزبيل، رشه كده من الجنزبيل اهو. ونحط زبيب بسيمي، وهضيف توابل فراخ، ورشه من الكمون، واحط حبهان ولوري، وطبعا القرفه اهو، بسم الله. هضيف بقى البصل تاني، بسم الله. وهضيف مكعب مرق. بعد كده بقى اضيف لها بقى معلقتين كده من دبس الرمان. ما عندكيش دبس الرمان يبقى تضيفي معلقه عسل اسمر مع عصره ليمون، هيديكي بقى. هقلب بقى المكونات كده كلها مع بعضها كويس جدا
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بقى الطاجن كده بتاعنا او الصينيه ونحط كده بسم الله الفراخ بتاعتنا كده عشان ندخلها الفرن. بصوا حبايبي الفيديو معلش ما كانش بيسجل، انا حطيت هنا كده معلقه من الهريسه وكم قرن كده من الفلفل، قطعتهم حامي على بارد، الوان بقى اخضر على اصفر على احمر. وبعد كده انزل بقى بالفراخ كده ارصها اهو بسم الله، واروح بقى جايبه نص كده كوبايه ميه اهو، مطرح بقى الصوص كده بتاع الفراخ لما كنا بنحمرها الاول ونديها الصدمه. ادخلها بقى يا حبايبي الفرن اهي، ممكن تغطيها وممكن تحطيها كده مفيش مشكله، ان شاء الله على درجه حراره عاليه لحد ما تستوي، تاخد كده تسويه من فوق ومن تحت. ممكن لو حابه تكملي سواها كده على وش البوتاجاز طبعا ينفع، اللي يريحك واللي يناسبك، ممكن تديها غلو على وش البوتاجاز وبعد كده تدخليها الفرن. هدخلها دلوقتي الفرن وارجع لكم تاني. خلاص يا حبايبي كده خلصت الوصفه بتاعتي، طلعتها من الفرن اهو، شايفين شكلها وجمالها بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه، ولا الريحه بقى مش قادره اقول لك على حاجه تشرف بجد بسم الله ما شاء الله. بصوا ما حطيتش بقى على وشها اي حاجه ولا دهنت وشها اي حاجه، هي ما شاء الله اخدت لون كده من فوق ومن تحت وادتنا الشكل. سهله جدا وبسيطه وكمان مميزه. نغير بقى من السليق واللي احنا بقى نروح نشويها او نقليها، دي حاجه خفيفه ولذيذه. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، تكون سهله ولطيفه جدا جدا ان شاء الله. يا رب بقى يكون فيديو النهارده عجبك، لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك.